وهاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه. هوبا سامي منصور، جول اول لنادي الزمالك، الجول الاولاني لنادي الزمالك. انا بقول جول والكره لسه ما دخلتش الجول. وراح بيلعبها وانتو مع حسن شحاته ويقدر يشوط حسن وكسر ناحيه الشمال وكره حلوه جوه الجول، جوه الجول. برافو يا حسن، برافو يا حسن. حسن اللي فاهم ووصل لخط النص وبيزو وفات حسن وماشي حسن ومنفرد بالجول. برافو يا حسن. هيعمل ايه؟ ولعب كره. يا سلام يا سلام، برافو ابو علي. بيرقص حسن شحاته، بيديله قدام وبيقول له امشي امشي امشي. هو الجول، هو الجول، هو الجول. جول 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 حسن شحاته، جول. عادل عبد الواحد اداله وحسن مشي بثقه. حسن شحاته، محمد حلمي، مدحت مكي، حسن شحاته. هو جول، الجول الاول لحسن شحاته في الدقيقه 28 من الشوط الثاني. متابعوا هاتها من الشبكه، اهلا بكم في فيديو جديد. معانا النهارده هنتكلم عن اسطوره منتخب مصر في سواء كلاعب او كمدرب، وهو حسن شحاته. حسن شحاته لمن لا يعرفه هو الذي توج اخيرا ربما الاجيال، احنا هنجيب من اخر عداد الزمن لان الاجيال الجديده هي اللي عارفه او سمعت عن حسن شحاته. هو مدرب لمنتخب مصر وحقق هاتريك في بطوله دوري افريقيا 2006 2008 2010. الفيديو ده اللي احنا جايبينه من حصرياتنا ومفرداتنا والحاجات النادره واللقطات النادره جدا اللي مش هتلاقوها في اي مكان. دي مش الشريط الاصلي اللي اتصور في ثمانينات القرن الماضي. كان في هذه المباراه حسن شحاته لما شارك في مباراه الزمالك امام منتخب المنيا او امام نادي المنيا، وحقق يعني كان ساعتها في التعادل في المباراه، وكان حاله من الغضب الشديد سيطرت على حسن شحاته، لانه كان كل الباصات اللي شادها له فاروق جعفر ما كانتش موفقه، وكان هو نفسه سجل ده منتخب المنيا وده الزمالك، فاكيد كان في فرق شاسع. كان هو حزين ومتالم لانه ازاي انا ما سجلش او الزمالك ما حتى لا تمكن من التعادل. كل الباصات وكل طبعا فاروق جعفر في الوقت ده كان هو مالك خط النص، وطبعا خط النص هو المتحكم في كل شيء، كل ما يدي باصه لحسن شحاته ما تكونش موفقه، فبالتالي لم يتمكن حسن شحاته من الوصول الى شباك المنيا الا في اخر باصه، وبعدها جه مزق التيشيرت بتاعه في قلب الملعب، ودي كانت حادثه فريده جدا. وبعدها بالمناسبه ما خلعش التيشيرت ولم يتخلى عنه وكمل بيه باقي المباراه، وكان حدث فريد جدا ونادر جدا لحسن شحاته هو بيلعب بالتيشيرت الممزق. احنا بنشوف مثلا ان الواحد بيمزق تيشيرته او بيمزق الهدوم بتاعته او ملابسه لما يكون زعلان او غضبان من حاجه او في حاجه مش على كيفه، يعني بالبلدي كده. لا هو سجله لما مزق التيشيرت بتاعه وقطعه كده لما سجل الهدف في المنيا وكان هدف التعادل.
طبعا حسن شحاته هو واحد من اساطير نادي الزمالك العمالقه، وحفر اسمه بحروف من نور في اذهان كل جماهير وعشاق القلعه البيضاء، بل امتد حب حسن شحاته لكل عشاق وجماهير الكره المصريه عندما كان مدربا لمنتخب مصر، وتوج معهم بثلاث القاب افريقيا 2006 2008 2010، وكان قاب قوسين او ادنى من التاهل لكاس العالم لولا الحادثه الشهيره لمنتخب مصر مع الجزائر الشقيق. وكنا ساعتها في مباراه كنا خلاص هنتاهل من القاهره، وبعد كده في مباراه فاصله في السودان وكان التاهل لحساب الجزائر، وكانت طبعا حدث شهير جدا اكيد ما حدش هينساه. حسن شحاته استطاع ان يقود منتخب مصر الى اعلى تصنيف في تاريخه بتصنيفات الفيفا، وكان المنتخب رقم 9 وسط العمالقه، وذلك بعدما فاز نجوم الفراعنه على بطل كاس العالم في ذلك الوقت منتخب ايطاليا بهدف نظيف سجله محمد حمص لاعب الاسماعيلي في ذلك الوقت. كانت طبعا مباراه ولا اروع، سلط على كل الصحافه العالميه في ذلك الوقت الاضواء. حسن شحاته هو صاحب اسطوره رقم 14، ومن بعده تعاقب عليه عديد من النجوم وابرزهم حازم امام. طبعا حسن شحاته اللي محدش يعرفه عنه ان هو لعب في جميع مراكز كره القدم، حتى انه قيل ذات مره انه كان بيلعب في مركز حارس حارس. حسن شحاته حارس، حسن شحاته لعب في مركز الهجوم وخط الوسط، حتى في الدفاع لعب، وفي مع منتخب مصر مره لعب في مركز الليبرو لما كان بيلعب جنب الخطيب. حسن شحاته لو اتكلمنا عنه من هنا لبكره مش هنخلص، ده اسطوره من اساطير مصر النوادر جدا، واللي ليه تاريخ ربما لم يصل اليه كثير من اللاعبين في عصره او فيما بعده. يعني احنا حتى الان عندنا في رموز كده وفي نوادر، الخطيب، حسن شحاته، فاروق جعفر، الماجري، مصطفى عبده، الناس دي كلها حققت تاريخ وحققت انجازات في الكره المصريه قلما يصل اليها احد. واحنا صحيح عندنا دلوقتي ما شاء الله بدانا نخرج للعالميه شويه، عندنا محمد صلاح، ولكن لسه برضه في يعني شريطنا هتكون مجروح في محمد صلاح دلوقتي لانه لسه ما خلصش مسيرته، ولكنه حقق انجازات لم يصل اليها اي لاعب كره قدم في تاريخ مصر، خصوصا انه يعني حاز على بطولات في اوروبا، وما عندناش كتير من اللاعبين حصلوا على او تمكنوا انهم يتوجوا مع انديتهم باي القاب اوروبيه. حسن شحاته كان على راس المقاولين العرب، وفاز بلقب كاس السوبر على حساب الاهلي، كاس مصر. توج بكاس مصر مع المقاولين العرب، وخطف البطوله من انياب النادي الاهلي، وكان في الوقت ده المقاولين العرب قد هبط لدوري الدرجه الثانيه، ومع ذلك استطاع حسن شحاته ان يقود المقاولون الى التتويج بهذه البطوله على حساب الشياطين الحمر. كان برضه حدث مهم جدا يحسب لحسن شحاته. حسن شحاته تخرج من تحت ايده اجيال واجيال، كلنا طبعا تابعناها، حبيناها كلاعيبه، حبيناها خارج الملعب، ليها سلوكيات وليها يعني كلهم لهم مواقف وانسانيه، مواقف اجتماعيه، بالاضافه طبعا الى تالقهم داخل الملاعب، وده الاهم. احنا لما بنتكلم عن لاعب كره قدم ما يعنينا فيه هو اداؤه داخل المستطيل الاخضر. من ضمن النجوم اللي حسن شحاته شكلهم بايده كده، يعني ممكن نقول حسن شحاته مدرسه، تخرج من ضمن في المدرسه دي احمد بيتعب، عمرو زكي، محمد شوقي، حسني عبد ربه، وخد معاهم بطوله افريقيا للشباب. شوفوا الفيديو واستمتعوا معانا وتابعونا ودعمونا، ولو عندكم اي ملاحظات، احنا عندنا كواليس كتير جدا، عندنا احداث رياضيه من الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينيات والتسعينات، وانت جاي اي حاجه نفسك تشوفها من نوادر الزمن الجميل ابعت لنا، هاتها من الشبكه، كره زمان عندنا وبس. استنونا في مفاجآت اكتر واكتر ملهاش نهايه على هاتها من الشبكه، كره زمان عندنا وبس، حاجتنا حصريه ومش هتلاقيها عند حد تاني. وهاتها من الشبكه، هاتها من الشبكه.